تقع ليبيا في شمال إفريقيا، وتزخر بالعديد من المدن السياحية المدهشة التي تجمع بين روعة التاريخ وجمال الطبيعة، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح الذين يبحثون عن التجارب الفريدة. دعونا نستكشف بعضا من أجمل هذه المدن. شحات، تعرف أيضا باسم سيرينيا أو قورينا، وهي مدينة أثرية تأسست في القرن السابع قبل الميلاد من قبل الإغريق. تحتل موقعا استثنائيا على هضبة خضراء، وتتميز بآثارها الرومانية واليونانية، من ضمنها المدرج الروماني والمعابد العريقة. يمكن للزوار التجول بين الأطلال القديمة والشعور بسحر الماضي والتاريخ. أكاكوس، تعد جبال أكاكوس من العجائب الطبيعية في ليبيا، وتقع في جنوب غرب البلاد. تتميز بمناظرها الصحراوية الخلابة وتشكيلاتها الصخرية الفريدة من نوعها. هذه المنطقة ليست فقط غنية بالمناظر الطبيعية، بل تحتوي أيضا على الفنون الصخرية التي تعود لآلاف السنين، مما يجعلها موقعا مهما لعشاق التاريخ والفن. الجبل الأخضر، يمتد الجبل الأخضر على طول الساحل الشرقي لليبيا، ويعد واحة من الخضرة والجمال الطبيعي في بلد يتميز بمعظمه بالطابع الصحراوي. يعرف بمناظره الساحرة وغاباته الكثيفة التي تضيف جمالا أخضرا يلفت النظر. إنه مكان مثالي للمشي لمسافات طويلة والاستمتاع بالنباتات والحيوانات المحلية. درنة، تقع على البحر الأبيض المتوسط، وتتميز بمناخها المعتدل ومناظرها الخلابة. تزخر المدينة بالشواطئ الجميلة والتضاريس المتنوعة. درنة معروفة بجسورها القديمة وأسواقها التقليدية الساحرة والحدائق العامة، مما يوفر للزوار تجربة ثقافية غنية ومتنوعة. تمثل هذه المدن الأربعة جزءا من الوجهات السياحية الرائعة في ليبيا التي تستحق الاستكشاف، ولكل منها طابعها الفريد وتاريخها الغني. يتسنى للزوار اكتشاف أسرارها وروعة معالمها الطبيعية والتاريخية.